السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنا اليوم راح تكون كروكي تاع زمان، مذاق ولا أروع، هشيش بنين، القهوة تاع الصباح ولا تاع العشية، مذاق وروعة. عندنا المقادير: 6 حبات بيض كاملة بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون درجة حرارة الغرفة، ما ديروهاش من الفريجيدار. نضيفوا لهم رشة ملح وكاس سكر عادي، كاس معمر كيما راكم تشوفوا، سكر عادي. نضيفوا لا فاني، ملعقه كبيره فاني ولا 2 ملاعق قهوه حليب معمرين مليح. انا نديرو كميه مليحه تاع لا فاني باه تنحى ريحه البيض. اللي تحب دير بشور ليمون ولا بشور برتقال دير، يجي ثاني ذوق ولا اروع. نخلطوا المكونات كامل مع بعض بالباتور بالدار السرعه القصوى. نخلطوا مليح حتى يذوب معنا السكر ويضاعف حجم البيض ويتفتح لونه كما راكم تشوفوا هكا. نضيفوا له الزيت، عندنا الزيت كاس الا اصبع نتاع الزيت، نضيفوها بالتدريج، ما نضيفوهاش دفعه واحده. نضيفوه نخلطوه بالباتور. هنا لازم تخلطوا مليح الزيت مع البيض باه من بعد كي نضيفوا الفارينه ونشكلوا ما تخرجش معنا الزيت، ما تسيحش معنا، تنفصل على الفارينه، لازم تتخلط مليح مع البيض. نضيفوها على دفعات ونخلطوا مليح حتى نكملوا كميه الزيت اللي معانا. نستغناو على الباتور، نستعملوا يدنا. المواد الجافه راح نستعملوا اليد. مواد الجافه اللي هي الفارينه وخميره الحلويات، تحصلوا على هذا القوام. الفارينه غربلتها من قبل طبعا. خميره الحلويات نحتاجو 3 باكيات، نوزن 10 غرام الباكي، يعني 30 غرام خميره حلويات. هنا لكل حبتين بيض باكي خميره. درنا 6 حبات 3 باكيات. راح نضيفوا الفارينه ما كانش ميزان المقادير تاعها، على حساب القوام اللي نحتاجوه. والفارينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، وعلى حساب ثاني حجم البيض. ضفت كميه تاع الفارينه ونضيف معاها خميره الحلويات 3 باكيات، ونلم برك باليد ما نعجنوش، نلموها برك بيدنا. ونستمر نضيفوا الفارينه حتى نتحصلوا على القوام اللي نحتاجوه. دوك نوريه لكم. تجي عجينه تلصق في اليد، ما تجيش كيما تاع الصابلي خفيفه عليها، تجي تلصق في اليد. هنا راني ضفت الفارينه الكميه الثانيه، نضيفو ونلم حتى نشوف القوام اللي نحتاجو. هنا هذا هو القوام اللي نحتاجو كما راكم تشوفوا، تتلصق في اليد هكذا، يجينا هشيش وخفيف. راح نستعينوا من بعد في التشكيل، راح نستعينوا بالزيت، خاطر تلصق مليح في اليد، ما نقدروش نخدموها هكا، لازم نستعينوا بالزيت. بلاطو فرشته في بورق الطهي. هنا الزيت راح ندير شويه في يدي ونقطعها على حساب حجم البودان اللي راح نديرو، ما ديروش كبير خاطر من بعد كي تدخل للفرن راح يضاعف الحجم تاعو. في خميره الحلويات راح يضاعف الحجم تاعو، تولي تجينا الحبه كبيره بزاف. ديرو غير شويه حربوش مليح، نشكلوه كيما راكم تشوفوه هكا في يدي، ومن بعد نحطوه في البلاطو، نكمل التشكيل تاعو في البلاطو، نسويه مليح، نديرو مستطيل مليح، ماهوش خشين بزاف. قلت لكم رققوه لانه من بعد راح يضاعف الحجم نتاعو. العلو تاعو حوالي 1 سنتيمتر، ما ديروش رقيق بزاف. كيما راكم تشوفوا سقموه مليح، بعد نبسطو وكيف كيف نقعد نسقم على الحواف، نشكلو مليح حتى نكمل التشكيل تاعهم كامل بهذه الطريقه. نسقمو على الحواف. ديروا قلت لكم 1 سنتيمتر العلو تاعو، كيما راكم تشوفوا هذا هو الحجم تاعو، العرض نتاعو. من بعد وفرقوهم على بعضهم. انا كملت الكميه، درت لي 4 تاع لي بودان، واحد صغير، بعدهم على بعضهم. قلت لكم بعد راه في الفرن راح يضاعف الحجم تاعهم، يلصقوا لكم، لازم تبعدوهم على بعض كيما هكا. ندخلوه يطيب، ما نديرلوش البيض من الفوق. هنا بعد ما طابو تحمر، هذا هو الشكل تاعو. نخليه يدفى غير شويه ونزينه من الفوق. انا ما قلت لكم ما درتلوش البيض، تحب دير البيض من الفوق في المرحله اللي قبل، دير البيض ودير له خطوط بالفرشيطه تزينه كيما حبت. انا دخلته كيما راه طاب
تحمر وكي يخرج خليته دفا شويه ونديروا له المعجون. انا درت له معجون تاع المشماش، ديري كميه مليحه وهو دافي باه يتشرب شويه هذاك المعجون، يجي هايل طعمته روعه. والفوق زينت بكاوكاو ايفيلي، كنت محمصاته من قبل. تزيين اختياري ديما كيما نقول لكم، اللي تحب دير نواد كوكو، اللي تحب دير كاوكاو محمص ومدشش، اللي تحب دير لوز، كيما حبيتو. اللي تحب دير شوكولات ذوبها ديرها شويه زيت وتفرغها من الفوق تخليها تنشف وتقطعو كيما حبيتو التزيين. انا قلت لكم درت له المعجون مشماش ودرت له كاوكاو ايفيلي حمصته من قبل. راح نكمل التزيين تاعو كامل، تخليوه تقصوه وهو دافي، تقطعوه وهو دافي ماشي سخون وماشي بارد. هنا بعد ما كملته كامل جا هايل ما شاء الله. راح نقطعوه بالموس تاع المنشار، قلت لكم تقطعوه وهو دافي، ما تخليوش يبرد خلاص وما تقطعوش وهو سخون يتفتت معاكم. كما راكم تشوفوا جا هايل. قلت لكم قطعوه بالموس تاع المنشار، وكي تقطعوه ماشي تروحوا وتجيو، دخلوا الموس وجبدوه هكا خطره واحده كيما راكم تشوفوا في الفيديو. كيما راكم تشوفوا تحطوا غير الموس وتجبدوه، ما تروحوش وتجيو يتفتت معاكم. هكا غير تقصوا تهبطوا الموس وتجبدوا. شوفوا كيفاه جا معانا هايل وطعمته هايله، صدقوني روعه. راح نقطعوه كامل ونخليه كيما راهو في البلاطو حتى يبرد ونديرو في البورطمونجي نخبيه. ما تخبيوهش وهو دافي راح يتندى معاكم ويطرى يولي بسكوي، ما يوليش كروكي. من بعد ما تقطعوه خليه يبرد تماما، راح يزيد يشد روحه ويجي مقرمش مليح. شوفوا كيفاه جا هايل. انا هذه الوصفه اللي معتمدتها في الكروكي. شوفوا النتيجه النهائيه روعه، صدقوني هايل. نتمنى تجربوه، ديروه كيما هكا العيد. نحتاجو حاجه، ما نحتاجوش كاطو تاع شيكولا ولا كاطو تاع الحشوات هذوك راح يقهمونا بزاف. كاطو ساك يكفي. جا ولا اروع. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.